اللي احنا فيها دي اسمها مارينا اليخوت في الغردقة. أجمل الأماكن اللي تقدر تخرج وتتمشى فيها وهتستمتع استمتاع غير طبيعي. يعني ايه بقى مارينا اليخوت؟ ده يعتبر الباركينج بتاع اليخوت للأثرياء والناس اللي عندها يخوت، بتيجي تركنها هنا وتستمتع بالأجواء هنا في الغردقة. الممشى تمشيها مش طويله، يعني لما انا برضو خدتها من اولها لاخرها انا كنت بحسبها ان هي مسافه كبيره قوي، طلعت مثلا نقول مسافه كيلو ولا حاجه، بس كل شبر فيها بمتعه وجمال مختلف. هتلاقي طفطف بقى ماشي طول ما انت ماشي، على ايدك الشمال زي ما انت شايف كده البحر واليخوت راكنه، وعلى ايدك اليمين زي ما انت شايف برضو هتلاقي كافيهات ومطاعم وبعض المساكن اللي بتتأجر هنا او الفنادق. وطبعا حاجة شكلها تحفة بجد. الإضاءات كمان بالليل لما بتتقاد بتدي برضو كده أجواء عالمية هنا، أجواء حلوة جدا. الناس كلها هنا جاية عشان تتبسط وتستمتع بالأجواء اللي انتوا شايفينها معايا في الفيديو. هحاول كده ان انا اخد شوط واسع عشان تعيشوا معايا الأجواء. على ايدك الشمال زي ما انت شايف كده اليخوت راكنه، وعلى ايدك اليمين كل اللي انت عايزه بقى، مطاعم كافيهات، كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه. بس برضو للامانه هنا الاسعار غاليه، يعني هتلاقي انا لسه بشوف السبرايت كولا الكلام ده كله ستارت من 85 جنيه، يعني بالخدمه والضريبه 100 جنيه. فاحنا بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما عملناش اي حاجه. 100 جنيه ده مشروب بس كنزايه ولا حاجه. مفيش اماكن للجلوس هنا، اغلب اللي موجودين سياح كتير 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 اللهم بارك يعني. بس الممشى اجواءه عالميه حرفيا، اغاني بقى من كل حته، جمال دلال، كل اللي انت عايز تقوله قوله. بص على امتداد عينك هنا اهو، اللي هناك ده دي برضو انا بحسبها من بعيد كده بيت منور شبه بعضه، دي كلها برضو يخوت، يعني يخوت بقى، بس دي كلها تقريبا حاجات سياحية هتتحرك كمان شوية. فطبعا منظر تحفة جدا جدا هنا في الغردقة. بصوا انا بمشي اهو على حافة الطريق، وده يعتبر بقى من ضمن الحاجات اللي انت تقدر تيجي تتمشى هنا لو انت في الغردقه. وعلى فكره دخوله ببلاش، صحيح انا نسيت اقول الكلمه دي، دخول المارينا ببلاش، تتمشى وتعمل كل نفسك فيه ببلاش، مفيش اي مشكله. بس لو قعدت في اي كافيه كوع يا معلم، مفيش اي مشكله برضه هتكوع. الاكل غالي برضه، المشروبات انا بقول لك اقل حاجه شفتها من المشروبات 85 بالضريبه، يعني 100 جنيه خلاص كده اتقفلت. يلا سلام بقى.